اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بنة جديدة ووصفة جديدة على قناتي ميسا فوز. اليوم باش نبارطاجي معاكم وصفة كسكسي من ابن انواع الكسكسي اللي تنجموا تذوقوهم في حياتكم، اللي هو كسكسي بالحوت. باش نعطيكم الاسرار البنة ونأكد لكم اني كي باش تجربوه باش تعاودوا برشا مرات ومش باش تندموا عليه. نبداو اول حاجه نحطوا في المقفول زيت نباتي ولا زيت زيتون، نحطوا مع راس ولا شطر بصل مقصوص جويد. هذه هو اول سر عنا، انه البصل لازم يسيب النكهه نتاعو، ما نحطوش راس كامل. نجم نقصوا شطر راس وشطر راس اللي نخليوه كامل. انا هوني باش نطيب كونتيتي نتاع زوز اشخاص، لذلك حطيت 2 مغارفه كبار نتاع طماطم، وبعد نمرق بشويه ماء بعد ما نقلي طماطم بالباهي خاطر قد ما تقليها طماطم صحيح مش صحيه، اما هي اللي باش تبنن لنا الماكله نتاعنا. بالنسبه للخضره نجمو نحطوا اسفناريا واللفت، هو اهم حاجه بالنسبه للكسكسي بالحوت. نحطوهم من الاول في الماء اللي مرقنا بيهم، ما نمرقوش ببرشا ماء، ونخليو البطاطا باش نخلطوها من بعد. وبالنسبه للتوفيح نحطوا الملح وفلفل اكحل وفلفل زينه، بيان سور ما نقليوش الفلفل زينه خاطر يتحرق ويعمل لنا مطعم الحروقيه في الصوص نتاعنا. من بعد نتعداو للحوت البوري ولا الميله ولا المولي كيف ما تحبوا تسميوها. هذه السر نتاعنا نتاع البنه نتاع الكسكسي بالحوت، انه هو نفوحوه وحده بالتابل هكا كورياندر مكتوب عليه، الثوم نحطوه ديريكت فوق منه. التابل نحطوه في الجناب الزوز ومن داخل، والثوم نحطوه فوق منه ونخليوه يرتاحوا مع بعضهم مادام الصوص نتاعنا حضرت. طابت الخضره نتاعنا وزدنا عليها البطاطا، خليو البطاطا تطيب شويه مادام حضرنا لها الكسكسي اللي باش نحطوه يتفور فوق الصوص نتاعنا. الإطاب هذه مهمة زيادة، انه نحطوا زيت زيتونة في الكسكسي باش ما يعجنش ويلصق معنا. وهذه زيادة استيس اخرى، انه احنا نحطوا عودة قرنفل كعبات مش برشا. انا هوني سمح حطيت بزيت شوي وملحت شوية الكسكسي وخلطتهم. انا الكسكسي نتاعي مش مالح، انتم كان مالح ما غير تملحوه. نصبوا عليهم شويه مش برشا ماء باش الكسكسي يشرب عنا اكثر صوص ما يشربش الماء، ونحاولوا نوصلوا الماء الجا للبلايص الكل ونخلطوا ونخليوه يرتاح شويه باش يشرب الماء نتاعنا. من بعد نحطوا مادام البطاطا طابت نحطوا الحوت اللي فوحناه بالفحم نتاعو ونخليوه يغلي شويه. البوري يحب يطيب شويه خصو كي تبدا الكعبه كبيره، لذلك نحطوه يطيب ومن بعد نحطوا الكسكسي يتفور فوقه. هذه المرحله انه احنا فركنا الكسكسي ونحينا منه الكعابر. بعد ما تنفخ مليح نحطوه في الكسكيس ونخليوه يتفور درج ولا درجين، كل واحد بالكسكسي متاعو. انا عندي كسكسي بكويت، هذا خليته يتفور 7 دقائق 5 دقائق ما فاتش. كي يبدا عندكم كسكسي شمسي تفوروه اكيد مرتين. الحوت نرميوه في التفويره الثانيه. وهوني هبطنا الكسكسي بعد ما تفور وهويناه شويه باش ما يعجنش بالسخانه نتاعو، سورتو كي نصبوا عليه السقا يزيد يعجن اكثر. ونحينا منه كعبه عود لقرنفل وحطيناه في التبسي وزيناه بالخضره نتاعو. وهذه كانت النتيجه، كسكسي بالحوت بنين على الاخر. تاكلوا صباعكم وراه، ما تنساوش تجربوا وتعطيوني رايكم في البنه، وبالهناء والشفاء.